بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. مرحبا بكل من الالتحق بقناتي، قناة المرأة الجزائرية البسيطة. الفيديو نهار اليوم طبعا هو من اقتراح أحد مشتركي القناة. قالت لي أستاذة ولدي يعاني التنمر. طبعا مشكلة التنمر مشكلة عويصة جدا، عويصة جدا، وراح نقدم لك تجربة الزميلة تاعي في العمل وحبيبة ليا. طبعا حاولت انا وياها بزاف باش نلقوا مشاكل هذا المشكل، حلول هذا المشكل. واش هو التنمر؟ ان الولد تاعك يكون مبغوض، يبغضه صحابه، ما يخلوش يلعب معاه، ما يلعبش معاه، ما يخلوش يشاركهم الالعاب ويضحكوا عليه، وهو لا حول ولا قوه له، ما يفك روحه، ما يسلك روحه. طبعا هذه المشكله اللي كان الابن تاعك يعاني منها، ما راكيش الوحيده في العالم. في المنطقه تاعك برك ما راكش الوحيده فيها، غير المنطقه تاعك وحدها ماكش الوحيده فيها، يعاني منها الغالبيه تاع الاطفال. طبعا هي واش هو السبب تاعها؟ السبب تاعها الرئيسي الشيف دو كلاس، بحال رئيس التلميذ اللي يحكم في القسم يسيطر فيه، ولا شيف دو كلون برا في الزنقه، الشيف تاع اللعب، البص اللي البنت ولا الولد اللي يحكم في الولاد ويمشيهم على رايه ويحقرهم ويتحكم فيهم. دزاع. واش معناه دزاع؟ يعني غيار، جالو. المراه نقولها جالوز. من يكون دزاع ويكون الابن تاعك كلاسو متربي وبقيمته، والناس تخافها على حاجه ولا بحال بوها بقيمته ولا امها بقيمته، ولا هذا الانسان يعني التنمر. ما تقوليش خاطرش حنا ما نسبوح، احنا عندنا حياه ما نسبوح، حياه ما ولدي مخلوق قليل. لا، التنمر السبب تاعه الغيره تاع الاطفال فيما بيناتهم. يعني واحد غير منه مسلط عليه المجموعه تاعه، مش مخليه يشاركهم ويندمج معاهم. المهم مش مشكل في ولدك انتي نهائيا، المشكل مش في ولدك، المشكل في الاصدقاء تاعه، وخصوصا واحد ولا زوج. ما تقوليش الغيره كاين عند البنات فقط، هذا المشكل الاستاذه عند البنات فقط، ولا الثاني الاولاد عندهم ذا المشكل. والغيره كي تكون عند الذكور اكثر من تكون عند البنات. طبعا قضيه التنمر، انسان يعاني، طفل يعاني التنمر، مش طفل، كلمه التنمر يعاني منها حتى الكبار، حتى الكبار. كي تكوني انسان ناجح في حياتك، تاكدي بلي راح تلقي شكون يطاكيك وشكون يحوس يخرجك من الجماعه وشكون يحوس ما يقلبك الكلمه تاعك. هذا فقط من الغيره ومن كلمه تقعدي تحسي انت في حقتي كاع كبيره، تقعدي تحسي في التنمر بكلمه التنمر. طبعا حتى تحسي روحك تفقدي في الثقه في نفسك. واش الانسان اللي يدفعك ويدفع الناس باش تتنمر عليك، الغيره اللي في قلبه والحسد اللي في قلبه لا يقدر، ما عندوش مقدار كبير. طبعا نروحوا للحلول الان. كثرت في المشكل، نروحوا للحلول الان. طبعا انا جات حكات لي واحده الحبيبه ليا عندها ولدها كان يقرا في الابتدائي على المشكل. طبعا هي قالت لي الام قالت لي انا ولدي راه في الثانوي، هي ولدها الان ثاني راه في الثانوي. واش قالت لي شوفي، قالت لي يتحاوزوه، قالت لي يتفاتن هو واحد، قالت لي كيديروا صحابه، قالت لي يجوا مع الخصم باش يغلبوا ولدي. قالت لي وحده في الزنقه يلعب، قالت لي كي يخرج يلقى شكون يأذيه، اما يدفعه للدار يقول له ادخل، والله ما تحيش من كلمه يقولها له. قالت لي المهم، قالت لي حرق لي قلبي، قالت لي ولدي راه حارق لي قلبي في ذيك الساعه، قالت لي ولدي راه حارق لي قلبي. تعرفي، وهذه يحس بها فقط اللي تكوى بها كلمه تنمر. شوف تفرجي الفيديو، بصح اللي ما كانش واحد من الاولاد تاعك البنت ولا الولد تعاني منه، ما راحش تحسي بها، راك تحسي بالكيف في قلبك تيا. المهم قالت لي كي وصل قالت لي كي المشكل حسيت به، قالت لي تخيل راني نتفكر في الافكار تاعي. قالت لي واحد النهار، قالت لي مقابل باب الطاقه تاعي، مقابلين الطاقه تاعي في الشارع، قالت لي تكلم لها واحد قال لها بلعي فمك، هو فكره قال لها بلعي فمك. قالت لي هنا حسيت المشكله وحسيت النار قدت فيا. قالت لي حتى الاب تاعه كان في البيت، قالت لي واش قالت لي باه خرج الدنيا قلبها على كلمه بلعي فمك. قالت لي لو كان غير قال له بلع، كون قال له بلع فمك تجي، بصح من قال له بلعي فمك، قالت لي هنا حسيت بلي ولدي رخص نهائيا. المهم قالت لي واش درت؟ قالت لي دخلته الاولى، دخلته الرياضه، قالت لي دخلته الرياضه القتاليه.
قالت لي علاش؟ قالت لي باش يدافع على نفسه. قالت لي هو كان عاد صغير. قالت لي دخلته للرياضه القتاليه. قالت لي قلت معليش السنه معليش والعام الجاي معليش، بصح يكبر ما يقعدش في هذه الحاله، التالي تيولي بحال في سن مراهق، تكون عنده قوه باش يدافع على نفسه. طبعا وفعلا نجحت، صدقوني نجحت الام مع الابنه تاعها، دخلته للكاراتي، وقالت لي نديه ونجيبه. قالت لي نديه قالت لي احيانا وين حتى ياذن علينا المغرب في لاصال دو سبور، قالت لي ونجيبه. قالت لي جهدت معاه، قالت لي كيقولها الكيمونو تاع الكاراتي، قالت لي اللي اختاره الازرق ولا الابيض، وقالت لي الاشتراكات، قالت لي المهم قالت لي وقفت مع ولدي. قالت لي كي طلع المتوسط واش دارت هاد الام؟ قالت لي غيرت له المتوسطه اللي قريبه على بيتنا. قالت لي علاش؟ لان الاشخاص اللي يتنمروا منه هما جيراننا، هما اللي يلعب معاهم، هو المحيط تاعنا. قالت لي بدلته المتوسط، قالت لي المتوسطه اللي قريبه لي بيني وبينها 100 متر، قالت لي بدلته المتوسطه 7 كيلومتر على بيتي. قالت لي وتحملت مصاريف الطاكسيات تاع النقل، يمشي في طاكسي ويجي في طاكسي 4 خطرات في النهار. قالت لي بدا الابن تاعي شويه يسترجع في ثقتي. قالت لي ها وين كيجي العشيه، قالت لي ما يخش يلعب مع هذيك الاشخاص، قالت لي يقعد في داره يقرا في داره، قالت لي الصباح يصبح يقرا، قالت لي حتى تعلم ما يمشيلهمش كاع وما يلعبش مع هذيك الاشخاص. قالت لي كي ولا ولدي الكاتريا ماني ما راني نحكي لوحده، قالت لي انا ولدي اولى ثانوي يتنمروا منه، قالت لي يتنمروا منه داخل القسم، بزاف لي كومونتاج جوني هاد الوضعيه. المهم قالت لي هي، قالت لي كي ولا في الكاتريا ماني موين، قالت لي هذيك المتوسطه تبعث التلاميذ الثانويه ابعد منها. قالت لي ولدي انتقل مع الزملاء تاعه الثانويه كذلك ابعد من ذلك. قالت لي الاجمل في الامر، قالت لي ان الثانويه تحقق اعلى نتائج بكالوريا في المنطقه تاعنا. وقالت لي كاين بحال كاين وحدين التلاميذ مجتهدين في الجهه تاعي، قالت لي وحوسوا ولادهم ينقلوا، حوسوا الاباء تاعهم ينقلوهم لهذه الثانويه، والفضل المدير تاع المؤسسه قال لهم ما تقبلش باش. قلت لي شويه كلي زاتني ثقه في نفسي بلي ولدي يقرا في احسن ثانويه، وهو ثاني زاته ثقه في نفسه. قلت لي ولدي الان راح في الاولى ثانوي ولا الثانيه ثانوي يقرا في الثانويه. قلت لي ما شاء الله، قلت لي يفك روحه يفك ضربته، قلت لي الشخصيه تاعه، قلت لي طلعت، قلت لي وشته، قلت لي جبدته من المجتمع اللي راح فيه. طبعا انا في اخر فيديو جاني كومونتير من احيانا يسموه الايميل يكون باسم راجل، جاني باسم راجل. هذا الايميل قال لي بلي بنتي راح قالت لي بدني من الثانويه راح تعاني من التنمر. واش التنمر في المتوسط؟ العفو. قال لي بنتي تقرا والله الابتدائي، والله نسيت الكومونتير. المهم بنته في القسم تعاني من التنمر، وقال لي راها قالت لي غيري المدرسه. طبعا انا نصحكوها غير لها المدرسه، غير ليها المدرسه، خصوصا اللي كانت في الابتدائي الحي تلقى فيه 4 مدارس ابتدائيه ولا 5. بدل ليها المدرسه، وبدل ليها المتوسطه، وبدل ليها الثانوي. نهار اللي تحس بثقتها في نفسها مازال ما تحسش بان الانسان يعاني من التنمر ياك حتى يكبر مليح عاد يحس بلي الانسان اللي كان دافع على التنمر كان دازع منه وكان غير منه وكان حاسده. فيديو والله فيديو جد مهم. طبعا ما تحرقي قلبك، ما تردي قلق، ما حيا ما والو. بدي الابن تاعك ووقفي معه. كذلك الدعاء ربي سبحانه وتعالى، ربي سبحانه وتعالى يقول لك كي نزل الى السماء الدنيا في الثلث الاخير من الليل يقول لهم ادعوني استجب لكم. ادعيه، قول له يا ربي ولدي لا حول ولا قوه له بهذا الاصحاب اللي يلعب معاهم، يا ربي نصره عليهم، يا ربي زيده بسطه في جسمه. دعاء الانبياء ربي زيده في بسطه في جسمه وفي عقله، يا ربي قوي عضلاته، يا ربي قوي شخصيته. كل هذه الادعيه علاه ما ندعيهاش؟ انا شرط نلقى سند في السنه باش ندعي به، باش ندعي الحقيقه، باش الدعاء يستجاب يليق يكون من القلب فقط. ندعي ربي بوش في قلبي الاوقات الاستجابه، اوقات طبعا حتى ولا ولدك في الاولى ثانوي ولا الثانيه ثانوي عاد تفقتي به بالله يتنمر حتى قالها لك، هنا ما عليك الا الدعاء وبدلي له الثانويه، بدلي له الثانويه نهايه الفصل الثاني تتحل الرقمنه، بدلي له الثانويه كاع ثانويه واخر كاع يبعد هذوك اللي راهم يحضحكوا عليه الحقيقه غير يزعل منه غير منه. اكيد شوفنا كي تقول لي وحده ولدي تعاني من التنمر، انا هذا ولد صاحبتي حطه في لبسته، حطه في لبسته حتى امه بخير عليهم وخدامه.
افيدونا بتشارككم. طبعا نعاود نكرر ونعاود نكرر، ما تخليش في قلبك الحرقه تاع الابن تاعك، كوني معاه ما تكونيش عليه. والى اللقاء في فيديو اخر باذن الله.